مشط رجلي، ما بحطش رجلي كده اهو ولا رجلي في النص. هي الاحسن بتكون مشط رجلي. بعد كده بتخلي العجله في التوازن ده. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمود مصطفى وأنت بتتفرج على قناة هاكر العجل. النهارده جاي أعلمكم حركة سهلة وبسيطة إزاي تتعلم حركات الام تي بي ستاند. حركة النهارده باختصار هي مانوال على الكوباية، يلا بينا نشوف إزاي. كده دي حركة المانوال على الكوباية، يلا بينا نشوف الخطوات السريعة وحركة بسيطة تعملها في أي وقت، مفيهاش أي خطورة عليك، بس اتبع الخطوات. يلا بينا نشوف. العجلة مستقيمين زي كده، ايدينا هتبقى على الفرامل زي الحلقه اللي فاتت، قلنا نمسك الفرامل بصباعين الاثنين بس. حط صباعك الاثنين كده، دوس فرامل اللي ورا وترفع العجله بالشكل ده. بعد كده بتنزلها لقدام شويه. بعد كده رجلك اليمين بتحطها على الكوبايه، بس بتحط مشط رجلي. مشط رجلي، ما بحطش رجلي كده اهو ولا رجلي في النص. هي الاحسن بتكون مشط رجلي. بعد كده بتخلي العجله في التوازن ده. تمام. تحط العجله في التوازن ده بالشكل ده كده اهو. بعد كده عشان نبتدي نتحرك، هتحرك خطوه، رجل التانية ديت هتمشي كخطوات اللي هي كده اهو، مع دوسة فرامل وسير. اسيب الفرامل العجله تمشي، ادوس العجله تقف. هفضل بالشكل ده كده، هفضل ماشي بالشكل ده، والاحسن اجي في نزله. بعد كده زي ما انتم شايفين همشي بالحركه دي وارفع رجلي دي لفوق. العجله نزلت مني، اقف وارفعها تاني بالشكل ده، وافضل ارفع رجلي بالشكل ده. 1 2 3 بحط رجلي، 1 2 3 بحط رجلي، 1 2 3 بحط رجلي، 1 2 3 بحط رجلي. كل اللي في الموضوع دوت ايدك بتعتمد على الفرامل. الفرامل لما بتدوس عليها العجله ما بتمشيش، ولما يعني بتفضل دايس فرامل العجله بتفضل واقفه مكانها، لكن بتدوس وتسيب، تدوس وتسيب، العجله بتمشي معاك بطريقه سلسه. حاول تخلي العجله بالشكل ده في المستوى دوت كده. بعد كده مع الاستمرار هتعمل كده او في نازله، اهم حاجه يكون طريق فاضي، معلوش عربيات، معلوش اي حاجه، ده سيفتي ليك اولا. دي خطوه على الطريق، اهم حاجه ايدي على الفرامل، احط رجلي على الكوبايه، جسمي كله لتحت، وارفع العجله واحط رجلي على الارض بالشكل ده، وازوق العجله بقى برجلي جامد كده. بعد كده اخر خطوه والخطوه الاخيره، بعد كده الخطوه الاخيره اللي انت هتمشي بالعجله بسرعه، تحط طراطيف رجلك وهترفع العجله بالشكل ده، هيبقى دلوقتي معاك توازن. كده حلقة النهارده خلصت، يا ريت تكون عجبتكم. هي حركة سهلة وبسيطة، متنساش تعمل سبسكرايب عشان تشوف الحركات الجاية أصعب بكتير.